مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنعشقه، ملك العود فريد الأطرش. اتولد فريد فهد فرحان اسماعيل الأطرش في 18 اكتوبر 1917. امه الاميره علياء حسين المنذر، واخته المغنيه المشهوره اسمهان اللي هي امال الأطرش. وانتقل فريد للقاهره مع عيلته اللي هي والدته عليا بنت المنذر وشقيقه فؤاد وكمان اسمهان، وعاشوا في حوريتين صغيرين مع والدته. والتحق فريد بعد كده بمدارس فرنسيه، وكان من صغره صوته حلو جدا، وكان كل لما حد يغني قدامه يقول له انت صوتك حلو جدا. وكانت والدته بتهتم بتعليمه جدا هو واخواته، علشان كده دخلتهم مدارس فرنسية. ودخل فريد بعدها معهد الموسيقى وعزف على العود، وتم قبوله فعلا. واللحظة دي قال أنا فعلا حياتي بدأت. وعشان كانت ظروفهم المادية مش كويسة، اضطروا كمان ان هو يبيع قماش ويوزع اعلانات عشان يعرف يعول أسرته. وشاف فريد غصن وإبراهيم حمودة، وإبراهيم حمودة طلب ان هو ينضم للفرقة بتاعته ويعزف على العود. وفعلا فريد عزف على العود وعجب الناس جدا. وزكي باشا في مرة كان عامل حفلة، ولأجل حظ فريد الحلو ان هو غنى فيها اغنية للثوار وعجبت الناس جدا جدا. وبعدها فريد التحق بكازينو بديعة وكان بيشتغل هناك، وعلشان هي كانت بتخاف انها تشغل اي حد من غير ما يكون عنده خبرة او يكون معروف ومشهور، فطلبت منه ان هو يغني مع مجموعة من المغنيين. قالت له يعني اجربك كده الاول. وفعلا بس حالته المادية ساعتها كانت وحشة جدا وبتسوء، عشان كده اشتغل في محطة شتال الأهلية علشان يعرف يصرف على نفسه وعلى أهله. والمعهد ساعتها كان مقرر ان هو يعمل امتحان. لسوء حظه بقى ان جاله سكام، وما دخل اللجنة قالوا له انت لا تصلح. انا لا اصلح، وكان زعلان جدا جدا. لكن مدحت عاصم طلب منه ان هو يعزف على العود للإذاعة مرة كل اسبوع، لكن بفلوس قليلة طبعا. وطلب كمان منه ان هو يغني، ولأجل حظه ان اللجنة اللي كانت بتمتحنه في الإذاعة هياها اللجنة اللي سقطته في المعهد. لكن المرة دي اللجنة اعجبت به جدا، وسجل اغنيته الاولى يا ريتني طير لا اطير حواليك، واصبح كده بيغني في الإذاعة مرتين في الاسبوع لكن بفلوس قليلة جدا. واستعان بفرقة موسيقية جميلة جدا وشهيرة، وأشهر العازفين كان أحمد الحفناوي ويعقوب طاطيوس وغيرهم، وسجل أغنيته الأولى وبعدها أغنيته كمان التانية. وبعد ما سجل أغنيته بحب من غير أمل طلع خسران منها ماديا، لكنه كسب حب الجمهور وعرف إن بينه وبين الجمهور هو الميكروفون. وسنة 1941 كانت بداية فريد الأطرش الفنية في السينما في فيلم انتصار الشباب، وقدم بعده عدد من الأفلام معظمها من بطولته زي بلبل أفندي وشهر العسل سنة 1945، علشان يقرر إن هو يأسس شركة مصرية للإنتاج والتوزيع السينمائي سنة 1947، وعمل فيها أكتر من 18 فيلم من بطولته. كان أولها حبيب العمر وآخرها يوم بلا غد. لكن من العادات السيئة اللي كانت في فريد الأطرش إن هو كان بيحب لعب القمار جدا جدا، لكن شوية شوية عرف يعود نفسه إزاي يبعد عن اللعب والقمار خالص. وكمان كان بيحب إن هو يراهن على الخيل، وفي عز ما هو كان في سباق خيل وكان مراهن جاله خبر وفاة أخته، وده عقده خالص ان هو ينزل تاني سباقات ولا يراهن ولا حاجة. واتصدم صدمة شديدة جدا بعد وفاة اخته اسمهان او امال الأطرش اللي ماتت في حادثة غريبة جدا. ولما جاله الخبر ما كانش مصدق، وتعرض بعدها لذبحة صدرية، وقرر ان هو يحاول بعد كده عشان يخرج من محنته ان هو يحط كل همه في الشغل، لكن للأسف تعب جدا وقلبه كمان ضعف من بعدها. وفريد الأطرش أو ملك العود كان مشهور بعلاقاته النسائية، فكان فيه 7 علاقات نسائية في حياته. هنعرف أول واحدة منهم هي مديحة، أو فتاة سمراء كانت جذابة جدا وكان بيحبها جدا جدا،
وكانت قريبة كمان من أخته أسمهان، وكترت الزيارات بينهم المنزلية. وفي يوم وهم سهرانين في ملهى ليلي كانت سامية جمال بترقص فيه، وكان أعجب بيها جدا فريد الأطرش، لكن فجأة لقى مديحة بتشتمها بكلمات سيئة جدا، راح ضاربها بالقلم على وشها، وكانت فرجة قدام الناس كلها، وكانت زعلانة منه إن هو إزاي يمد إيده عليها، وفعلا من يومها خسرها بسبب غيرتها من سامية جمال. والعلاقة التانية كانت مع الفنانة الكبيرة أو الرقاصة المشهورة سامية جمال، فرش السينما المصرية، وتعرفوا على بعض في ملهى ليلي وحبوا بعض في عز أزمته المالية. وفريد الأطرش لما حبها عملوا مع بعض أحلى أفلام، واستمروا حبهم 11 سنة، وعملوا مع بعض أجمل أفلام في السينما المصرية. أنا عن نفسي بحب عفريتة هانم جدا، وأحبك أنت، وآخر كدبة، وتعالى سلم، وما تقولش لحد. عملوا مع بعض أجمل أفلام عمرهم، لكن بسبب رفض فريد الأطرش إن هو يتجوزها عمل معاها مشاكل كتير جدا علشان يعرفوا يخرجوا مع بعض سالمين كده، لدرجة إن هم رفعوا على بعض قواضي سب وقذف بقى وحاجات كتيرة جدا. لكن الموضوع انتهى بإن سامية جمال اتجوزت من شاب أمريكي أسلم علشان، وبهنا خسرت فريد للأبد. ومن أشد الحاجات اللي تعبت سامية جمال نفسيا الكلمة اللي قالها فريد، وقال أنا ما ينفعش أكون أمير وأتجوز من رقاصة، وده اللي تعب سامية جمال، وعلشان كده قطعته فنيا كمان. أما العلاقة الثالثة كانت مع ليلى الجزائرية، ودي كانت البديلة بعد سامية جمال، وتعرف عليها في إحدى صالات الرقص الفرنسية بباريس، وقدمها في فيلم عايزة اتجوز. لكن ليلى للأسف كانت بتحب لاعب كورة مغربي، وأما صرحها فريد بحبه قالت له أنا أسفة جدا، أنا بحب لاعب كورة، أنا بحبه وهو بيحبني، واتجوزته فعلا، ورفضت الجواز من فريد عشان يتصدم صدمة عمره بعد ما حبها. أما العلاقة الرابعة فكانت مع الفنانة الكبيرة شادية، فبعد طلاقها من عماد حمدي عاشت قصة حب جميلة جدا مع فريد الأطرش، وخصوصا إن هما كانوا جيران، وكانت بتهتم بتفاصيله، صحى إمتى، نام إمتى، تعمل له أكلة حلوة، لما كان يعيا تقعد جنبه. لكنها انتهت بالفشل بعد ما جهزت فستان فرحها، لأن العريس للأسف اختفى وهرب. وبعدها شادية اتجوزت عشان تفوجئ ان فريد لما رجع سأل عليها، وعرفت ان هو كان مسافر بره يعالج القلب علشان يعرفوا يتجوزوا، وزعلت جدا. لكن يفيد بايه بعد اما خلاص فات الاوان. اما العلاقة الخامسة كانت مع الملكة نريمان، الزوجة السابقة للملك فاروق اخر ملوك مصر، وبدأت قصتها هي وفريد من يوم ما أحيا فريد الأطرش فرحها على الملك فاروق، وده كان بناء على رغبتها. وبعد ما ترك فاروق العرش ما احتملتش نريمان الغربة، ورجعت تاني على مصر، وتحولت صداقتها لفريد لقصة حب شديدة جدا. لكن نريمان ما قدرتش تحدد شعورها نحو فريد، علشان كده اتجوزت من الدكتور أدهم النقيب، وانتهت قصة حبها بفريد الأطرش. أما العلاقة السادسة كانت مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد في فيلم شاطئ الحب. حبوا بعض جدا، لكن فريد ما كانش بتاع جواز، ولما عرفت سميرة أحمد كده قالت له لا ما عطلكش، أنا الحب بالنسبة لي جواز وبس. وبعدوا فعلا عن بعض، وكان أول وآخر فيلم ما بينهم. أما العلاقة السابعة كانت مع سلوى القدسي أرملة صديق فريد، الوحيدة اللي ارتبط بها رسميا، لكن القدر ما أمهلوش إن هم يتمموا الجواز. اتوفى فريد بعد شهور قليلة جدا من خطوبتهم في 26 ديسمبر 1974 بأزمة قلبية، رحم الله أمير الغناء العربي وملك العود. وصلت لنهاية الفيديو، اوعوا تنسوني في لايك واشتراك بالقناة، وبشكركم جدا.